جماعة ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. معرفش، حاسة القناة قلبت على دوكيومنتري اكتر وبوثق اكتر حياتي الجامعية في السنة الاخيرة، ولكن اوكي امديلوز انا موافقة ان ده يحصل. المهم بقى عايزة اجي اصح لكم على حاجة علشان انا متضايقة بجد 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 بجد. المهم كنت بنفس الدرس ده وكنت في فيديو على يوتيوب وبقول لكم انا محتاره اسجل باي ولا دراجز ولا سوليد، وكنت مصممه وخلاص ان انا هسجل سوليد. ودلوقتي حاسه ان السوليد دي اسوأ ماده في الحياه تم اختراعها، ماده ولا بتتحفظ ولا بتتفهم ولا اي حاجه. انا من الصبح كل شويه ايه اقول ايه خلاص هنام ساعه واصحى باذن الله الاقيها لمت نفسها تقريبا، معرفش انا بتخيل ده في دماغي ولكن انا مش عارفه اذاكر حاجه فيها، فهنركنها نرميها على جنب دلوقتي. ولكن في حاجه اسمها سوليد ونعطل نفسنا شويه اننا نعمل انبوكسنج للبوكسات الكليه، عشان زي ما انتم شايفين التراب اصلا يعني عشان ما باخدهمش الكليه، باخد حاجات منهم بس وبسيبهم هنا عشان بنشتغل في جروبس وبنجيب كلنا ادوات سوا. ليه بقى؟ عشان ورايا بكره 3 امتحانات بتوع سكشن يوم الاثنين اللي عملنا عليه فلوج الاثنين اللي فات ده، او الجمعه اللي فاتت نزلنا فيديو عن فلوج يوم الاثنين او كنا بنعمل ايه. ده كان اخر مره نشتغل، لو ما اتفرجتش على الفلوج ده روحي حالا او روح حالا اتفرج عليه عشان الفيديو جامد بصراحه. هنعمل بقى انبوكسنج للحاجات دي ونعطل نفسنا. بسم الله. نبدا بالكبير ولا بالصغير؟ اوكي، الكبير ده انا اللي شارياه من قدام القصر العيني وانا في سنه اولى، والصغير ده الكليه تكرموا وادهولنا وانا بدات ان انا افنن عليه حاجات كده. ما اعرفش، كنت لسه بحب الكيمياء تقريبا، بموت 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 في رضوى عاشور، هي اللي كاتبه الجمله دي وبس كده، ورسم عليه برده حاجه تانية من قدام كنت قاعده بفنن. المهم انا ما بقتش امشي بيه في الشارع دلوقتي عشان ببقى بتكسف من اللي انا كاتباه ده. نبدا بالبوكس الكبير ويلا بينا نشوف ايه. اوكي، هذا هو المغبار. كل ما بشوف المغبار المدرج ده بفتكر رابعه ابتدائي وانا داخله المعمل بتاع المدرسه، بس كده هو بفتكر ده. هذا هو المغبار المدرج، ما اشتغلتش بيه ولا مره ومعفن برضه، يعني هو برضه معرفش معفن من ايه مع اني ما اشتغلتش بيه، ولكن اتس اوكي هحطه بقى على ملزمه السوليد يعني خليها. الحاجات دي بص، كل حاجه ده بيفكرني بتالتة، هما الاثنين دول. البتاع دي اسمها بوتقه. البوتقه دي التجارب بتاعتها بتقعد اسبوعين ولا حاجه تعمل فيها، وفي اخر السنه برضه امتحنا على اسبوعين عشان التجربه بقى اول ما تقعد وما اعرفش ايه وندخل المافن ونحرق ودي برضه نفس الكلام. دي بقى البتاعه اللي هي، استنى افتح البوكس الصغير عشان اوريكم. البتاعه دي الفرشه اللي بنغسل بيها التست تيوبز. التست تيوبز بقى دي شكلها عامل ازاي؟ هذا هو شكل التست تيوبز. انا حاطهم في كيس عشان ما يتكسروش على اساس ان الكيس ولا احنا. اوكي، التست تيوبز هو ده شكلها. هي يعني مع كل العيال في علوم هتلاقيها شكلها عامل معفن كده. هو المفروض دي حاجات بتلزق ما بترضاش تتشال، المفروض تتشال بقى بنيتريك اسيد او بحاجات كده، ولكن انا بصراحه بكسل او مش بكسل، انا اصلا ما باخدهمش معايا عشان كده ما بغسلهمش. فدول البتاع ده المفروض بقى وانت بتغسل تحط كده، ولكن انا بذكائي كانت البتاعه سخنه فحطيت دي فساحت، فجبنا واحده جديده اهي. مش جبناها برضو بصراحه، انا استخسرت اجيبها الكليه هم اللي ادوها لي فاتس كويس. هشيل بقى الحاجات عشان ما تتركبش، وبعد كده نكمل الجوله بتاعه الادوات بتاعه الكليه اللي انا الحاجات هتتكسر حساسه. دي بيبت ازاز ولكن مكسوره من فوق، فانا برضو مش هجيب واحده شاف اخر سنه ومش هروح اجيب ادوات غاليه. وده جلاس رود. في ايه تاني هنا؟ اوه حاجات حلوه. اوكي، في الباتري ديش. الباتري ديش ده بيتفتح تحط بقى الحاجات من هنا والحاجات من هنا، حاطه ورقه على اساس الورقه دي اللي هتحميه مش هيتكسر يعني، بارك الله فيا. اوكي يعني اعتبروا كده. البيكر حاطه برضو فيه ورقه عشان ما يتكسر، دي اللي هتحميه، عارفه اللي هو ايه لو اتكسر دي اللي هتحميه. فبيكر بتاعنا و ايه ده؟ اوه الحاجات دي ماما كانت عايزينها ارميها. الحاجات دي ايه بقى؟ خلوا بس كده. اوكي، احنا واحنا بنمتحن بيدونا الحاجات دي، يعني بيدونا يعني unknowns كده، حاجه unknown، حاجه مجهوله، وانت بقى اللي تبدا تفنن وتبدا تشتغل عليه تجارب معينه وحاجات معينه وتقول لهم هو الحاجه دي ايه. ده تقريبا كان معرفش، مش عايزه افنن دلوقتي، مش حاجه نحاس كبر الحاجات دي يعني. ماما عايزاها ارمي دول عشان بتقولي لا الكيميكالز معرفش ايه، ولكن انا بحب الحاجات دي بصراحه. دول بقى هقول لكم ده زي ايه يعني، كل حاجه هوريكم. بص ده بيتركب بيبقى ده زي بازل كده، ويبدا نحط فيه التست تيوبز كده، يبقى
شكله كده عشان نشتغل فيه ده. اوكي، بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا هذا هو الطبق. الحاجات دي مغسوله، بس بصوا هو اي حاجه فيها كيميكالز الحاجات ما بترضاش تتشال، حاجه قرف بصراحه، انا بتضايق قوي من الحاجات دي. بعد كده اوكي دي حاجات كتير. ده اول حاجه الهولدر ده اللي احنا بنمسك بيه التست تيوب كده ونبدا اننا نسخن او نعمل حاجه، بس انا ما بحبش امسك كده، وبحب ادخلها كده وامسكها عشان احس ان انا مالكه التست تيوب. انا في المطبخ ما عنديش يوم مرحمين. معلقه المفروض اسمها سباتشلا، ولكن احنا في المعمل بتاعنا المعمل ده يليق عليه انك تقول معلقه ما تقولش سباتشلا. والمزيد من الجلاس رودز. البتاع ب 60 جنيه ده عارفه يعني اغلى من عيالي عليا، ما عنديش عيال بس ده يعني لو خلفت دول هيبقوا اغلى من عيالي عليا. ده بقول عليه كونيكال، انا بقول عليه فلاسك واصحابي بيقولوا عليه كونيكال، ونفضل بقى ايه نحارب بعض ان انا مين الاصح ومين مش. المهم يعني البتاع اللي معرفش اسمها دي بتبقى دي بنحط فيها فلتر بيبر، معرفش اوريكم. انا معايا فلتر بيبر بس عينها، انا بحب الذكريات، فانا معايا فلتر بيبر كاتب عليها انا واصحابي كاتبين اسامينا وكاتبين التاريخ وعينها للذكرى. فالمهم فلتر بيبر دي بتتنيها كده وتتنيها الناحيه التانية وتبدا انك تعمل كده، بس طبعا دي مكتوب عليها اسامي صحابي فمش هينفع، وتحطها كده وتحط الحاجه اللي انت عايز تصفيها وتروح حاطط ده في ده، وعيش يا حسني وعايش كل الساده المشاهدين. وبس كده. مين تاني معانا؟ سوري بقى لو في زحمه هنا او كده، ولكن انتوا مش شايفين زحمه. اوكي بعد كده عندنا البيكر الصغير، ميني بيكر، البيكر الكبير وامه. بعد كده عندنا في تاني، ما عندناش حاجه تاني. عندنا النضاره بتاعه المعمل اللي عايزيننا نلبسها غصب عننا، ولكن انا مش هعمل في نفسي كده والبس نضارتين فوق بعض، فبفضل اتحجج واحطها فوق كده واقول لها يا دكتور انا مش شايفه، ومعرفش بيعمل عليهم الحيله دي ولا لا، ولكن انا بعمل كده. بعد كده بقى كله يغمض عينيه ويشوف الست غاليه هتعمل ايه. المفروض يبقى معانا فوطه مطبخ، ولكن انا معيش فوطه مطبخ، فبستغل البندانات القديمه بتاعتي اللي وسعت او اللي اتقطعت وما اعرفش ايه وبخليها فوطه مطبخ. يعني دي هاك لكل بنت عندها بندانات مش بتستخدمها، فده احسن استخدام بصراحه ان نستخدم البندانات القديمه بتاعتنا. وبس كده البوكسات كده. انا بقى اعمل ايه؟ هي الحاجات الحمد لله نظيفه، فانا مش هغسل، فانا هبدا ان انا احط الحاجات اللي انا هستخدمها بكره في الكليه، علشان بكره قاعدين طول السنه بنشتغل في الجروبز وما اعرفش ايه، وفي الاخر جايين يقولوا لنا كل واحد لوحده. يعني خدت الصدمه بقى انا كده، يعني عارف خدت الصدمه. هنحط ايه بقى معانا؟ انا حاسه ان انا عايزه احطه بعد كده اقول لكم واوريكم انا هحط ايه، ولكن نحط ايه؟ نحط التستيك. يا لهوي عشان ممكن نحتاجها بجد. الحاجات دي لو اتكسرت مش هجيب حاجه تانية للكليه، خساره فيهم الفلوس يعني، لا مش هجيب حاجه. بعد كده ناخد فين البيكر، ناخد البيكر، ناخد البندانه بتاعتنا نحطها كده، ناخد البيكر الصغير نحطه جواها، نقفل على البيكر الصغير جواها، نحط البتاع اللي انا ناسيه اسمها دي جواها، فكده نضمن ان لو الحاجه اتخبطت ما تتكسرش. المهم بقى انا هكمل بقيه الحاجه انا مع نفسي عشان يا لهوي 8 دقايق يا محدش اكيد اتفرج لحد هنا على العبط ده. اوكي ال8 دقايق بكره بقى ما اعرفش اقعد اذاكر الصوره دلوقتي ولا لا، بكره ورايا امتحان، اشوفكم بكره. باي 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 باي. تعمليها لقيتي وجعت. خدي اللي انا اعمليها بالله لقيتي وجعت. بنحط دي تعالي اماني، بنحط البتاعه دي على النار عشان نقفلها. العينه بتاعت الكيك بعد ما سلمنا اتعوجت مني. بعد ما سلمنا الدكتور بتقول رجعوا الحاجه. اعملوا منها عينه في المعمل. مطلعاها 4 ونص. 4 ونص. انا 4. مريم 5 و9. مريم 5 بعد و9 الطرح بقى. مريم هي 5 و9 بعد الطرح. مريم 5 و9. دي مريم. لا مفيش حاجه. بتريق عليك في الفلوج، هتطلعي في الفلوج. مريم 5 و9 دي مريم. انا 4. انت كام بسرعه؟ بتاع 5 و8 يخرب بيت الظلم. انت كام؟ انا 3 و9. 3 و9 4. مين اللي كسبان؟ ايه الامان والسلامه في المعمل. والنبي ترقصنا بقى على الميلتنج بوينت اللي احنا بنعرفش. والنبي يما انتي يما رانيا في فرحها دلوقتي. ما بلاش تلعب بالنار. يا لهوي الدكتور المشرفه واقفه ولا مش عارفه. بتقول لي حطيها على النار وهي تفرد كده، بقول لها ده بجد ولا انت بتليسيها يا دكتور؟ بصت تبقى مليسه ان شاء الله. ايه ده؟ هعرض مشكلتي. بصوا يا جماعه انا دلوقتي العينه بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك
ربنا مبارك لي بلاش فيها. تلعب في كتيرة النار. تمام، كتير يعني 5 و8 جرام، فأنا هكتب إنها 5 جرام بس. قال ايه 5 جرام؟ قال ايه؟ يا عادل بيه. ازاي بس موبايل مين ده؟ موبايل انا. في الميلتنج بوينت انا بقى انا ناوي عايزه اخدها انا من هروح حد اليوتيوب. اللي بيتكلم. الميلتنج بوينت بقى انا ناوي اخدها من حد. ثواني لما اشوف اصلا بقى. يا لهوي عليك، انا بجد ما بعرف. قالت الوزن ما عليهاش بتاع يفصل. وبرضه الفبريكا، يعني انا الفبريكا بتبقى بيقولوا الصيد بيعلم الصبر. جربت قبل كده بقى تقفل الكابيلري تيوب؟ سكاشن اورجانيك في العموم، والله العظيم والله العظيم بجد حاجه تقرف. ايه ده، انا عيني عامله كده ليه؟ بجد بجد. منور، ايه ده هو بوظتي في الدنيا. نانسيز ولا ايه؟ نعتبر نفسنا انا تعبت. هي انسان في القلب. ثانك يو. لمي نفسك يا حبيبتي. دي بتاعتي انا وآية، المفروض نقفلها من ناحيتين والله، ولا راضيه تقفل. انت قفلتيها يا منار؟ تقول لي قفلت. طب قالت لي كده، طب انت هتقفلي دلوقتي؟ ما لحقتش اغسل الجوافه اللي انا جايباها. تعالي يا زينب، تعالي يا زينب. انا تعبت من امتحان لامتحان لامتحان لامتحان. تحيه لدكتور ياسمين. ايوه تحيه لدكتور ياسمين لو بتشوف الفيديو ده. بموت فيه، بحبها قوي قوي قوي. وانا بجد هي دي النسخه اللي مش انا تعبت. طب يلا نقوم اماني عشان ما جاتش من الفيديو اللي فات. نضاره يا اماني بقى حيوانه. بصي ما طلعتش من الفيديو اللي فات. فيديو مش جايه ايه ولا ايه؟ براحتك. فيديو كامل مش عارفه 20 ثانيه تقريبا. ثانيه 20 دقيقه. مش طلعتي خالص كاني ما تعرفيش. بعد كل التعب ده بصمجنا الميلتنج بوينت والبلطو اللي اتخرم وايدي اللي اتحلقت. اللي اتحلقت. ايدي ضاعت. نانسي معلش عشان بس انا فيديوهاتها اتمسحت. مسحت الفيديوهات اللي نانسي فيها. تعالي. انا عملت عامله، حطي التجربة عملت بتاعتك. عامله فظيعه ان انا جايه بسلمتش ان انا اليوتيوب المفروض بتاع لسه ما الامتحان. سلمتش ومارتينا مدياني لازقه فاضيه اصلا. حطيها من جوه اللي بتحس وانا كده. احنا بنتاسف ان انت اللي ما بتجيش اصلا. احنا في امتحان، احنا كده في امتحان يا لهوي. عامله ايه احنا كلها ايزي قوي ده امتحان. قوي يا لهوي. المره اللي فاتت كنت بمتحن انا نزلنا من البحث والمقال وقاعدين جايبين بسكوت وحاطينه وقاعدين بنصور وكل حاجه ورق امتحان. تعالي يا رانيا بسرعه الفيديو هيقفل. بس لحظه اجري. عاملين ايه يا جماعه؟ الفلتر انا ما بحبش اصور من الفيلم، بحس وانا برضه بحب الكاميرا العاديه اكتر. دايما بحب أقعد مع نفسي شوية قبل ما أنام، وكانت رضوى عاشور بتقول: حين أكتب أرتاح كأن الكتابة تبدد الكوابيس وتحكم صحبات الخيال. تتطلب الانتباه فأواليها بما تطلبه، أتبعها في حرص كما كنت أتبع أبي في الشارع وأنا طفل صغير، أخشى من غفلة ولو عابرة تضيعه وتضيع مني الطريق. ينهكني الانتباه الشديد، وعندما أنتهي من الكتابة أسكن وأنام، ويكون نومي في الغالب عميقا رغم أنه لا يطول.